النهارده ان شاء الله هنتكلم عن مرض مهم جدا ليه علاقه بالسمنه المفرطه، الا وهو مرض خمول الغده الدرقيه. الغده الدرقيه هي غده بتكون موجوده هنا في الرقبه، بتفرز هرمون اسمه هرمون الثيروكسين. هرمون الثيروكسين هو المسؤول الرئيسي عن الحرق في جسم الانسان. في بعض الاحيان بيكون الناس عندها زي اجسام مضاده او جزء من الغده يعتبر زي ضمر او مات، فبيقل قوي افراز الهرمون، فتلاقي ان الشخص ده يبدأ وزنه يزيد نتيجة لتوقف أو قلة الحرق عنده. طبعا مش دي المشكلة الوحيدة اللي بيعملها نقص الهرمون. نقص الهرمون بيعمل مشاكل في الذاكرة، غير بقى طبعا الزيادة السريعة اللي في الوزن، غير مشاكل في القلب والكوليسترول وارتفاع ضغط، سقوط شعر، كوابيس واكتئاب، صعوبة في الحمل، اضطرابات في الدورة الشهرية. مشاكل كبيرة جدا بيسببها نقص هرمون الغدة الدرقية. للأسف نقص الهرمون ده هو مرض مزمن غير قابل للشفاء. يعني ايه؟ يعني مش هناخد مثلا علاج فتقوم الغدة دي تزرع تاني او تصحى تاني. مفيش حاجة اسمها زراعة غدة مثلا، مفيش دواء هاخده هيخلي الغدة تنشط تاني. هي خلاص طالما ان هي ضعفت بالشكل ده فهي مش هترجع تاني تقوم بوظيفتها زي قبل كده. الحل هنا بيكون ان احنا بناخد هرمون تعويضي، بناخد اقراص. الحمد لله ان علم اتطور، والحمد لله ان الاقراص دي متوفره. ناخد اقراص هرمون اسمه هرمون الثيروكسين، سواء التروكسين او المواد الشبيهه بيه. اهم حاجه ان احنا بنمشي على الجرعه دي مدى الحياه، وبنحلل كل شهرين او كل شهر ونص علشان نشوف هل الجرعه اللي بناخدها ملائمه، هل محتاجين نقلل، هل محتاجين نزود، بحيث ان احنا بنظبط الجرعه على احتياجات جسمنا. لو جه حد عنده خمول في الغده الدرقيه وعمل عمليه سمنه، طالما ان هو بياخد الهرمون بتاعه فهو زيه زي اي شخص في الدنيا، هيخس عادي خالص. مش انا عندي خمول في الغده فانا مش هخس حتى لو عملت عمليه، لا، انت لو خدت الهرمون التعويضي هتخس بشكل طبيعي. الفكره كلها ان انت لو ما خدتش الهرمون هتلاقي نفسك ما بتخسش، هتلاقي نفسك بتتخن، هتلاقي حرقك وحش. لكن طالما ان انت بتاخده فانت هتخس بشكل طبيعي. لكن الزياده اللي انت زدتها قبل كده مش هتخسها اوتوماتيك لمجرد ان انت بدات تاخد الهرمون او ان انت اتشخصت ان عندك خمول في الغده. لكن نبدا بقى ان احنا ناخد العلاج بتاعنا علشان الحرق يرجع معانا كويس، فنقدر ان احنا نخس سواء بعمليه سواء بدايت. هناخد فرصتنا تاني في نزول الوزن. لو انت عندك خمول في الغده ورحت عملت عمليه سمنه، مع نزول وزنك بيقل احتياجك للهرمون. فمثلا لو انت الغده بتاعتك بتفرز مثلا ما يعادل ربع الناس العاديه، او ده كان مكفي ربع احتياجاتك، فانت لما خسيت نص وزنك اصبح في نص احتياجاتك. بمعنى اصح انت كميه الهرمون الخارجيه اللي انت محتاج تاخدها بالفم قلت كتير عن الاول. بعض الاحيان لو كانت نسبه الخمول ضئيله ممكن ان انت ما تحتاجش انك تاخد الهرمون. بس هنا انا باكد ان ده مش معناه ان الغده نشطت تاني، لكن وزنك هو قل، فالجرعه اللي فعليا الغده بتفرزها اصبحت كافيه لوزنك الحالي.